منذ رؤيا الطفولة بدأ الحلم يكتب سيرته. نجمة سقطت في البئر ثم عادت لتضيء عرش مصر. 33 مدارا من صبر وحنين، من جب إلى سجن، ومن سجن إلى خزائن الغيب. يوسف لم ينس رؤياه، بل خبأها في قلبه ككنز من نور، حتى إذا بلغ الحلم أشده قالت السماء: الآن صدق الوعد. في تمام 33 تتجلى يد الله في الرؤيا، ويفتح باب التأويل كما يفتح البحر للعابرين. يا من تسير على أثر يوسف، اثبت على الوعد وإن تأخر، فالحلم الحق لا يموت، إنما يكبر في الظل حتى يؤذن له بالنور. المعنى الرمزي: 33 اسلفأ اكتمال دورة النور وتمام رحلة الرؤيا، هي عدد التسبيح وعمر الرفع وسن التمكين. كل من صدق في رؤياه صدق يوسف، يبلغه الله تأويلها ولو بعد حين. من أول رؤيا يوسف إلى تحققها وتمكينه. الرؤيا الأولى قالها يوسف عليه السلام وهو صغير السن: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ثم مر بمراحل طويلة. رؤياه في طفولته، المفسرون قالوا كان عمره بين 7 إلى 12 سنة حين رأى الرؤيا. إلقاؤه في الجب ثم بيعه عبدا في مصر. قضى هناك فترة في بيت العزيز حتى شب وأعطي الحكم والعلم، فصار شابا قويا ناضجا. دخوله السجن: ورد في بعض الآثار أنه مكث في السجن 7 سنين، وقيل 9 وقيل 12. خروجه من السجن وبدء التمكين، فصار على خزائن الأرض، وبدأت سنوات الرخاء ثم سنوات المجاعة. لقاؤه بإخوته وسجودهم له، وهذا هو تحقق الرؤيا تماما، إذ قال حينها: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. المدة الزمنية التقريبية بحساب ما ورد عن المفسرين: رأى الرؤيا وهو صبي، 7 إلى 12 سنة. تحقق التأويل عند التمكين ولقاء إخوته، وكان عمره حينها قرابة 40 سنة، أي أن المدة بين الرؤيا والتأويل نحو 30 سنة أو أكثر قليلاً. المعنى الروحي الموازي: تأمل كيف تتكرر هذه الدورة، من رؤيا في الطفولة، صبر في الغربة، تمكين في النور. فكأن دورة التمكين دائما تقارب 3 عقود، نضوج الروح حتى تكتمل رؤيتها بصدق 33 عاما. ولهذا قيل عند أهل الإشارة: من رأى الحق صغيرا بلغه الله تأويله كبيرا.